السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم تتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا كي دارت صحيحتكم، الاحوال ديالكم، وليداتكم، كلشي مزيان ان شاء الله. كيف ما تتشوفوا في الصوره اليوم ان شاء الله نصايب لكم نوتيلا منزلي بطريقه اللي هي سهله وبسيطه، وكيف ما تتشوفوا تيجي عاقد وعاقد بزاف اكثر من القياس، وبمكونات اللي هي بسيطه ان شاء الله، وغتكون متوفره عندكم في البيت اللي غتفرحوا بوليداتكم وغينفعكم بزاف ديال المخبوزات. كيف ما تشوفوا تنحتاجوا الشكلاط الدهن، بزاف ديال الوصفات. ان شاء الله هاد الطريقه غادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم كيف ما تنقول لكم دائما ما تنسوناش من البارطاج ومن الدعوات ديالكم ومن الكومونتير ديالكم الزوينه، ونخليكم ان شاء الله مع الفيديو باش نشوفوا الطريقه والمقادير اللي هما بساطين وبساطين بزاف. غادي نبداو على بركه الله، نمشيو نشوفوا المكونات. هادو هما المكونات البنات اللي غادي نحتاجو. عندنا هنايا كاس ديال السكر اللي مملوء، وعندنا كاس ديال الزيت تقريبا نقص منه اصبع، وعندنا كاس ديال الحليب بودره، وكاس كيف ما تشوفوا نتاع الشكلاط بودره مملوء. وغنحتاجو كاس ديال الماء، انا استعملت هنا غير نص ونص، غنحتاجو حتى نبغيو نطحنو باش ما يبرد لياش، حيت غادي نحتاجو الماء غليان. هادو هما المكونات، غنبداو دابا. نتوما كيف ما تشوفوا غناخذوا الخلاط، غنضيفوا فيه داك النصف الاول ديال الماء اللي غيكون غليان بطبيعه الحال، ونحتاجوا داك الكاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم ناقص منه اصبع، وغنضيفوا عليه السكر سنيده. كلشي غنديروه دفعه واحده، طريقه اللي هي سهله. كاس ديال الحليب بودر كيف ما تشوفوا، وغنضيفوا عليه الكاس ديال الكاكاو حتى هو بودر، ونديروا كلشي في الخلاط البنات، وغنحركوه واحد شويه ونبداو نطحنوه. صافي البنات غادي هانتوما كيف نطحنوا ما دابا. تشوفوا البنات غادي نبدا نطحن، وضروري غادي نعاونوا بشي سباتولا او مغرفه خشبيه، نبداو نعاونوا داك الخليط، نبداو نحركوه من الاسفل حتى يكون عاقد، وغنبقاو نضيفوا داك الماء من الفوق غير شويه بشويه. كيف ما تشوفوا البنات ضروري تحركوه بشي حاجه لانه تيكون عاقد، واللي عنده الروبو من الافضل يدورو في الروبو، غيسهل عليه المأموريه احسن من الغراف ديال العصير. وداك نص كاس د الماء طايبه البنات تبقاو تزيدوه غير من الفوق، ما تشداتليش انا اللقطه فاش كنت نضيف الماء من الفوق، هما تبقاو تزيدوه شويه بشويه حتى يعقد لكم، ونوريكم الشكل ديالو. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا الشكل ديال الشكلاط ديالنا خصو ضروري يعطيكم هاد البريه هادي، وداك نص الكاس د الماء طايب كيف ما قلت لكم تضيفوا شويه بشويه، وانتم تستمروا في الطحن. كيف ما قلت لكم اللي عنده الروبو راه غادي يسهل عليه المأموريه، لان شويه في الغراف تيعذب شويه، تاخذ شويه الوقت، ولكن راه النتيجه ديالو تتجي رائعه. نوريكم القوام ديالو، غنحيدو من الغراف باش تشوفوا. هانتوما البنات هذا هو القوام ديالو، تيجي عاقد وعاقد بزاف، واهم حاجه انه ما تيجيش حلو بزاف البنات بحال ديال الزنقه، تيجي المذاق ديالو متساوي. هو هذاك. وبالنسبه كيف ما دائما تنقول لكم الحلاوه راه تتبقى اختياريه، اللي تيبغي الشكلاط حلو بزاف راه يمكن له يزيد السكر، ولكن بهاد المقادير هادو راه مضبوطين، تيجي واحد الشكلاط اللي هو لذيذ ولذيذ بزاف، بحال اللي دايرين فيه شي شكلاط من نوعيه غاليه. وحنا راه درنا غير البودره ديال الكاكاو، من الاحسن خذوا شي بودره الكاكاو اللي يكون المذاق ديالها زوين، ما يكونش هذاك اللي تيكون محروق. كيف ما عارفين راه الشكلاط البودره فيه بزاف ديال الانواع، خذوا النوعيه اللي جيده. هذا هو القوام ديالو البنات كيف ما تشوفوا، تيجي زوين بزاف وعاقد. هانتوما كيف ما تشوفوا غادي ينفعكم بزاف بزاف البنات هذا الشكلاط هذا، وتبارك الله تيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. هانتوما البنات بحر باش تيتهز. كما قلت لكم الا تبعتوا المراحل ان شاء الله غتنجح لكم الوصفه. الكاس الاول تنخويوه غير النص ديالو، والنص الثاني تنخويوه فاش نكونوا في المرحله ديال الطحن، فاش نكونوا تنخلطوا تنخويوه غير بالتدريج شويه بشويه حتى تعطينا هاد البريه هادي وتعطينا هاد الكثافه هادي. نتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم كيف ما دائما تنقول لكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش دائما من البارطاج ومن الدعوات ديالكم، وما تنساوناش من لي لايك. نتمنى انكم ديروا لنا اللايكات الى عجبكم الفيديو، والى فرصه مقبله ان شاء الله. وما تنساوناش من الدعوات. بسلامه عليكم البنات كاملين.